اهلا وسهلا، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد من قناه كويزين فرح جي اش. نتمنى تشوفوا هذا الفيديو وانتم في احسن الاحوال. اليوم غنقترح عليكم واحد البسيطلات ميني بستيلا. كيجيو زوينين في رمضان. مهم المذاق ديالهم رائع وخطير جدا. المذاق روعه والشكل حتى هو كيجي زويون بواحد الشكل اللي كيجي زوين. نتمنى تجربوهم. نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. بسم الله على بركه الله. كما كتشوفوا معايا المقادير ديال هاد البسيطلات ديالنا. عندي هنايا دجاجه كامله مغسوله ومنقيه ومفروكه بالملحه. عندي هنايا 5 ديال البيضات. المهم البيض 5 حتى ل 4، المهم على حساب المريقه. عندي هنايا القزبر والمعدنوس مطحونين في الهاشوار مزيان، وعندي هنا زيت الزيتون باش غنطيبو، وعندي هنايا كيلو ديال البصله كما كتشوفوا معايا كيلو، لان البسطيله خصها العقده ديال البصله. وعندي واحد 2 فصوص ديال الثومه. بالنسبه للتوابل عندي معلقه كبيره ديال السكينجبير، وعندي معلقه كبيره ديال الخرقوم، عندي معلقه صغيره ديال الملحه ديما كنقول لكم قيسوا، حيت الدجاج راه حنا فركناه ورقدناه بالملحه. عندي معلقه صغيره مع عمرش ديال الابزار، وعندي هنايا واحد شويه ديال التوابل ديال الدجاج مشات ليا، وعندي هنايا واحد المعلقه صغيره ديال القرفه. صافي هادو هما التوابل اللي غنحتاجو باش نطيبوا الدجاج ديالنا. دابا غادي نجيبوا طنجره اللي غادي نطيبوا فيها داك البصيله ديالنا والدجاج. غادي نديروا نص الكميه حتى نشحروا الدجاج، ونزيدوا هاد الكميه اللي بقات، درت غير النص. غادي نزيد داك الدجاجه ديالي كامله بحال هكا. غادي نزيد الربيع، غادي نزيد التوابل ديالنا، دابا غادي نزيدو الزيت، شويه ديال زيت المائده، غير شويه، وغادي ندير نص ديال زيت الزيتون، يعني نص. صافي دابا غندير كلشي فوق البوطه، نشحر هادشي الدجاج ديالنا نشحرو مزيان، وعاد نزيد النص الاخر ديال البصله. صافي دابا انا درت الطنجره هنا فوق البوطه، غنشحر هاد الدجاج هذا مزيان، غيتشحر ليا، نبقى نقلب فيه هكا. وغادي نزيد واحد نص كاس ديال الماء باش ما تحرقش ليا العطريه. هانتوما واحد نص كاس. صافي دابا غادي نبدا نحرك هكا غير شويه بشويه، ونتلاقاو من بعد. هانتوما دابا بعد ما شحر ليا داك الدجاج بحال اللي تقلى ليا داك الدجاج، هانتوما كيفما كتشوفوا داك العطريه وداك الشيء اللي درنا. دابا غادي نزيد البصله اللي بقات لي. هانتوما هاني زدت البصله اللي بقات لي، كيفما نذكر معكم درت كيلو ديال البصله. ودابا غادي نمرقو بشويه ديال الماء. فين يطيب داك الدجاج ديالنا وصافي. صافي دابا غادي نسد الكوكوط على نار متوسطه ونتلاقاو. ودابا بعد ما طاب ليا الدجاج، هانتوما كيفما كتشوفوا طاب ليا الدجاج مزيان. دابا غادي نصفيه في واحد الطبيصل باش نفرتنو هكا من بعد، يعني زعما نحيدو هكا العظم، وغادي نخلي هاد البصيله هادي تزيد طيب ليا واحد شويه، عاد ندير البيض. صافي دابا بعد ما صفيت الدجاج، هانتوما صفيتو هنايا حتى نفرتنو هكا مزيان. ودابا المريقه ديالنا ها هي، داك البصيله حتى عاد تقلى ليا مزيان. المهم دابا راه مازال فيها الماء، نتوما كتشوفوا مازال ما تقلاتش ليا. منين غتقلى ليا مزيان غادي نزيد معكم البيض. هانتوما بعد ما تقلات ليا البصله، يعني كتقلى مزيان بحال هكا، كتولي معسله ومقليه. دابا غادي نزيد داك البيض، داك 5 البيضات وينهم هنايا، وغادي نزيد شويه بشويه وغادي نشوف بحال هكا، وغادي نخلط.
والنار تكون مهيله شويه. وغادي نبدا نخلط بحال هكا، وغادي نزيد شويه ديال البيض، وغادي نشوف واش غادي تحتاج ليا 5 ديال البيضات اللي درت ولا نزيد شي بيضه. هانتوما كنبدا نخلط هكا بالزربه، والنار تكون شويه مهيله. هانتوما صافي غادي نبدا نحرك حتى يعقد ليا داك البيض مزيان مع البصيله. صافي دابا راني طفيت على الطنجره. هانتوما خص البيض يكون بحال هكا، يعني يكون ناشف مع داك التغميره، ما فيه حتى شي قطره ديال الماء باش ما يضيع لكمش الورقه. ودابا بعد ما فرتنت داك الدجاج اللي قلت لكم، ها هو يعني حيدت له العظم مزيان، ذوبت الزبده وخلطتها مع الزيت، وقليت هنا شويه ديال اللوز. واخا تحمر ليا الصراحه هاد واحد شويه، ولكن معليش ماشي مشكل، كيجي هكا بنين. وهذه هي داك البصيله والبيض، انا غادي نخلطهم. كاين اللي كيدير كل حاجه بوحديتها، يعني كيدير طبقه بطبقه، يعني طبقه ديال هاد العقده، وطبقه ديال الدجاج، وطبقه ديال اللوز. انا لا، انا كنخلط العقده هذه ديال البيض مع الدجاج، كنخلطهم عادي نخلطهم. وهاد اللوز هذا غادي نطحنو مع واحد 3 ديال المعالق ديال السكر كلاصي، وشويه ديال القرفه، واحد 2 معالق كبار ديال المزهر. المهم غادي نطحنهم هكا في الهشوار، ونرجع معكم باش نعمروا الورقه البسطيله ديالنا. صافي هانتوما كتشوفوا انا خلطت داك الدجاج وداك البصيله وداك البيض اللي درنا، العقده ديال البيض والزبده والزيت. ها هي كلشي كنوجدو حدانا باش كتجينا الخدمه سهله. وداك اللوز راني طحنته مع قلت لك 3 ديال المعالق ديال السكر كلاصي، واحد 2 معالق ديال المزهر، واحد المعلقه صغيره ديال القرفه، كيجي بحال هكا. المهم اللوز في البسطيله راه ضروري. وما الا كانوا البريوات هكا ديال الدجاج تقدروا ما ديروش، بحال دابا الا بغيتو ديروا غير هاد الحشوه في البريوات صافي ما ديروش هاد اللوز هذا. الورقه هي عادي، انا جبتها جديده، يعني خصكم تخدموا بها جديده، ماشي تجيبوها وتبات عندكم لا تبقى تقطع عليكم. انا جبتها جديده. صافي دابا غنبداو نخدموا مع بعضياتنا البسطيلات الصغيورين ديالنا. هانتوما كنجيبوا الورقه، هاد المره غنديرها من الجهه الملسه، يعني ماشي من الجهه الحرشه، حيت غادي نقلبوها. نديرها بحال هكا، غادي ندهن داك البلاصه فين غادي ندير هكا. الا بغيتو ديروا بسطيله كبيره راه نفس الحاجه، غير هو بسطيله كبيره كديري طبقه بطبقه، يعني ما كديريش هكا، ما كتخلطيش الدجاج مع هاد العقده ديال، كديري طبقه بطبقه. دابا انا حيت بغيت ندير بسيطلات صغارين، كنجيب هكا شويه ديال الحشوه هكا داك الدجاج داكشي. صافي كنديرو هنايا، المهم غير واحد شويه هكا. هانتوما كتجيبوا بعدا التبصيل، هو الاول التبصيل درت عليه الورقه ودرت الحشوه ديالي. نتوما كتشوفوا كيفاش، واش بغيتوها كبيره ولا صغيره. انا درتها المهم الحشوه هكا تجيني هكا شويه متوسطه. وكندير داك اللوز اللي طحنت من الفوق بحال هكا، بحال هكا كيجي بحال هكا. غادي نقبض هكا الجوانب بحال هكا، وغادي نبدا كنجمع فيهم. هانتوما كنبدا نجمع بحال السريره. كنتمنى الصوره تكون واضحه هكا. المهم راه هاد الطريقه هذه راها قديمه ومعروفه بحال هكا. هانتوما كنجمع سريره، كتولي عندنا سريره بحال هكا. هانتوما الا كانت عندكم الورقه طويله وكبيره بزاف غتقطعوا شويه بالمقص. كانت بحال هكا انا دير تلوي بحال هكا، وغتفتحي داك الورقه هي اللي غادي نغطيو بها البسطيله ديالنا باش ما تطرطقش لينا. يعني كتجي هكا بحال الوريضه، وفي نفس الوقت كتغطي لينا هانتوما هكا.
هكا هكا. هانتوما درت الحشوه ديالي بحال هكا، وغادي ندير داك الخليط ديال اللوز والسكر. اللوز ما كطحنوش بزاف، كتخليوه شويه مهرمش باش كيبان في البسطيله. يعني داك اللوز مع داك الدجاج مع داك البصيله كتجي رائعه جدا. صافي، وكنجيبو الجوانب بحال هكا، وكنبداو نديرو على شكل وريضه هكا، ونجمعو على شكل قنينطات بحال هكا. صافي، وكنلويو هانتوما، كنلويو صافي، وكنفتحوا داك الوريضه، كنفتحوها هكا ونسدو بها. هانتوما نسدو بها البسطيله من تحت بحال هكا. كتجي بحال هكا. وهذا هو الشكل ديال البسيطلات ديالنا اللي درنا قبيله. كيجيو رائعين لا في المذاق ولا في الشكل ديالهم، كيجيو زوينين بزاف. المهم انا قلت لكم الا بغيتو ديروا بسطيله كبيره ديروها مزيان، ولكن دابا رمضان انا بغيت هادو غير صغيورين، يعني النص احتفظت بها هكا في الكونجيلاتور، وغير هاد شويه هذا اللي غنفطر به هو اللي درتو في الفران. واللي غدسوه في الكونجيلاتور غادي طيبوه نص طيبه، غير تشمعوا صافي ديروهم في واحد البلاستيكه وديروهم في الكونجيلاتور. بالنسبه لدهنتهم بالبيض ورشيت عليهم هنايا اللوز ايفيلي كيف ما كتشوفوا. قبيله ما صورتش معكم داك اللقطه، يعني كلشي كيعرف بان راه بسطيله راه يعني ديك الصغيورين دهنتهم بالبيض ورشيت عليهم اللوز ايفيلي صافي، ودخلتهم للفران. الفران ما خصوش يكون مجهد باش الورقه ديالنا تقرمل بحال هكا. هانتوما الفران درتو على 200 درجه من التحت ومن الفوق، يطيبوا على خاطرهم باش كيجيو مقرمشين وكيطيبوا حتى الورقه كطيب حتى من الداخل. دابا نفتح معكم واحد الوحيده ونشوفوا من الداخل كيفاش جاو. نقطع معكم واحد الوحيده شوفوها كيفاش جات من الداخل. هانتوما سمعوا الورقه مقرمشه كتجي فنه. هانتوما كتجي زوينه بزاف، وداك الدجاج كيجي رائع ومن تحت محمره. هانتوما والورقه مفروقه، هانتوما الحشوه كتجي رائعه والورقه كتجي كما قلت لكم مقرمشه. كنتمنى تجربوا البسيطلات اللي اقترحت عليكم اليوم، وما تنساونيش باللايك والبارطاج، وان شاء الله حتى نتلاقاو في فيديو جديد.